النهارده بقى هنعمل كده كيك لذيذ جدا هيعجبكم قوي. بمقادير كيكه واحده. فلو اول مره تشوفوني انا دعاء عمر، ما تنسوش تشتركوا في القناه واللايك وشير لو عجبكم الفيديو. تعالوا بقى كده نعمل كيك سريع في الخلاط. مقادير صينيه واحده هنعمل صينيه تاني، والاتنين هيبقوا طعم مختلف. فيلا بينا. معايا دلوقتي هنضرب في الخلاط 3 بيضات بالظبط. تمام. هحط عليهم كيس من الفانيليا او فانيليا خام اللي موجود عندكم، وبعد كده هنبتدي ان احنا نضربهم كويس قوي مع بعض. بعد كده انا طبعا ضفت معاهم ذره كده من الخل، يعني معلقه خل صغيره، وبعد كده حطيت معاهم كوبايه السكر وضربتهم كويس قوي مع بعض. نضربها كويس قوي يا جماعه. تمام عشان خاطر السكر يدوب. بعد كده كان معايا كوبايه الا ربع من الزبده، زبده على زيت او زبده بس اللي تحبوه. بعد كده خدت مقدار كوبايه من اللي انا عايرت بيها، فضيته على جنب. هنا انا ضفت كمان ربع كوبايه من اللبن وكملت بس كده. وابتديت ان انا سبت شويه في الخلاط وشويه في الكوبايه. جبت بقى كوبايتين من الدقيق ونخلتهم زي ما انتم شايفين. هضيف عليهم ذره من الملح. بعد ما هننخلهم هنضيف عليهم ذره من الملح زي ما قلت لكم، وهضيف عليهم كيس من البيكنج باودر، وبرده هنخل كيس البيكنج باودر زي ما انتم شايفين. وبس كده خلاص. هتبقى دي كده كميه الدقيق يعني لكل الكيك. بعد كده هجيب بوله تانية هنفضي فيها نص الكميه، وهحط فيها الخليط اللي كان في الخلاط، وهبتدي ان انا اقلبه. وفي الخليط ده هبتدي ان انا اجهز اول صينيه بالنسبه لي. صينيه تكون متبطنه، اي صينيه انتوا عاوزينها تكون متبطنه كويس بالزبده وبالدقيق. بعد كده هنبتدي نقطع البلح في صوص زي ما انتوا شايفين، وهنخليه على ظهره وهنرصه تحت. يعني ده هيكون القاعده بتاعتنا. بس كده زي ما انتوا شايفين. خلاص انا بخلص الكميه بتاعه البلح، وبعد كده هبتدي ان انا اصب عليها الخليط. الخليط يا جماعه لازم يكون قوامه زي ما انتوا شايفين كده، هو لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يكون متوسط. لو حسيتوا ان القوام بتاعها تقيل شويه خففوه بشويه من اللبن صغيرين. يعني لازم القوام يكون مظبوط كده. بس خلاص جهزت اول واحده. بعد كده اللي في الخلاط بقى زودت عليهم زودت عليهم بشر برتقال وعصير برتقالتين، يعني عصرت برتقالتين وخدت البشر بتاعهم ضربته معاهم في الخلاط. بس كده. وابتديت ان انا اضربه كويس، وجبت برضو قالب بايركس اي صينيه انتوا عاوزينها مش شرط. وبعد كده دهنته بالزبده، وهنا بقى مش هبطنه بالدقيق. هنا هحط عليهم شويه من السكر، يعني بعد الزبده هرش رشيه من السكر زي ما انتوا شايفين. والبرتقال هبتدي ان انا اقطعه كده انصاص زي ما انتوا شايفينه كده، وهرصه تحت القاعده. وهنا ضروري قوي حته السكر عشان يكرمل مع البرتقال ويبقى حلو قوي. هاخد بقى الخليط اللي احنا ضربناه مع البشر ومع العصير البرتقال، وهحطه على بقيه كميه الدقيق اللي احنا كنا سايبينها في البوله التانية، وهقلبهم. وبرده القوام يكون زي ما قلت لكم لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هقلبها كويس قوي مع بعضها كده يدوبوا كويس. وهبتدي ان انا هنا انا كنت حاسه ان القوام خفيف شويه، فزودت حبه من الدقيق صغيرين لغايه ما ظبط معايا. بس كده هبتدي ان انا احطها هصبها بعد كده على البرتقال، وهكون كده جهزت الصينيه التانية. بجد دول من احلى صينيتين الكيك اللي نعملهم بمقادير واحده وموفره جدا. هنعملهم بأطعمة مختلفة للي بيحب بالبرتقال أو بالبلح. تنفع للفطار بقى، للعشاء مع الشاي بلبن، حاجة كده تحفة. جربوها تعجبكم قوي. بألف هنا وشفا على قلبكم. باي باي.